اكبرهم سن. لا المتعدد اللي احنا بنسعد فيه ونشوفه بالتلفزيون. احمد تعالى يا اسامه تعالى. كان يا احمد بيه في التجمع الرهيب ده رئيس سيادتك. سعداء جدا جدا باللي حصل ده، واللي حصل ده اعتقد زي ما انا قلت في البث المباشر سابق ان ده عنوان كبير جدا الا وهو لم الشمل. لم الشمل بالمعنى الكبير وبالمعنى العريض. اهلا معايا محمد بيه في بس ايوه يا باشا. تعالى جنب الحاج نبيل هنا يا باشا. هو اللي انا عايز اقول ثلاث حاجات مهمه جدا. اول حاجه هذا الجمع الكبير والغفير والجميل هو من اجل عنوان عريض وعنوان كبير جدا الا وهو لم الشمل. ولم الشمل هنا بس مش على قد غرب البحر وقريه شبرا، على قد ما هو على قد مركز الفشل ومحافظه الاسيوط. لان احنا عندما نتحدث عن فكره النموذج والقدوه اعتقد ان ما فيش افضل من احنا يكون يعني هناك نموذج مثل الاستاذ عصام يوسف. عصام يوسف اعتقد ان ما دخلش يعني كل بيوت مصر من اسوان لاسكندريه هو دخلها بالعلم والتعليم وباشياء كثيره جدا. لك ان تتخيل عندما يكون راس الدوله الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما يعتب على الاعلام ويقول لهم انه هناك برنامج اسمه العباقره، يعني اتمنى ان تقتدوا باثر هذا البرنامج لما فيه من يعني ثمار عديده ومتعدده، فيه الارتقاء بالبناء الانسان اللي اعتقد ان الدوله المصريه بتعمل وفقا لاستراتيجيتها على بناء الانسان وبناء الدوله. فبالتالي اعتقد ان الاستاذ عصام يوسف هو عمود رئيسي مهم جدا في فكره بناء الانسان. ده يرجعنا لحاجه مهمه جدا، ان الاستاذ الباشمهندس محمد ابراهيم يقدر ان هو ينجح ويجيب لنا النموذج الجميل جدا ده ويوظف مثل هذه النماذج عندنا هنا في الفشل. لان احنا هنا الثقافه العامه ان من يخدم هو نائب البرلمان او من هو لديه كارنيه مجلس النواب. اعتقد ان هذه الثقافه كانت ثقافه قديمه. الان نستطيع ان كل انسان وكل نموذج في مكانه وفي منصبه يستطيع ان يقدم شيء لبلاده. شرط اساسي هو ابتغاء وجه الله اولا، والحس والانتماء الوطني ويعني الحنين الى اهله. فانا بشكر الباشمهندس محمد ابراهيم اولا، وبشكر الاستاذ عصام يوسف ثانيا، وبشكر الحاج علي ابو دوله الكاريزما الكبيره بالمناسبه.